الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المادة دي حبيت أسميها فوائد مقتطفة من كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا، اللي هو الأصل كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ده حفيده قام شرحه وجاب فوائد تحت فوائد عظيمة جدا يستفيد منها الإنسان في حياته، إن كان طالب علم إن كان زول عامي بيستفيد منها. طيب، وكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هو كتاب التوحيد أيضا كتاب قيم، يعني سطر فيه الشيخ الإمام العقيدة الصحيحة المفروض يعتقدها المسلم. طيب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول كتاب، في أول باب في الكتاب، قال باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أخذت عنوان، قال بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأخذت تحته آيات وأحاديث. وقام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قام شرح. طيب، أول آية أخذتها الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحت هذه الباب قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دار يورينا بيان فضل التوحيد، إنه زول لما يكون موحد بيحصل له الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا. طيب، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص، يعني تفسير الآية دي جاب الأثر تحت تفسير هذه الآية. قال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه حدثنا علقمة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم قلنا، يعني الصحابة: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبثوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الأثر ده بورينا إنه الظلم في الآية يا جماعة هو ظلم الشرك، ما ظلم النفس، لا، ظلم الشرك، لأن الشرك من الظلم. طيب، وأيضا ذكر أثر ثاني عند الإمام أحمد قال بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك والعياذ بالله. إذن الشرك ظلم عظيم، والإنسان إذا حقق التوحيد كان له الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا. دي براء الفائدة دي لو طلعنا بها من الكلام ده كله تكون حاجة سمحة. طيب، عشان ما أطول أختم نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية. قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد على نفسه، ظلم العبد نفسه. يعني الناس الشق عليهم لما نزلت الآية قايلين إنه ده ظلم العبد لنفسه. قال: وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. يعني قالوا إنه معناتها ما في زول عنده أمن ولا اهتداء إلا للزول ما ظلم نفسه. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم. فإنه من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم يعني الشرك كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء، يكون من أهل الأمن ومن أهل الاهتداء وأيضا من أهل الاصطفاء. واستدل بقوله تبارك وتعالى الآية في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. إذن يا جماعة خلاصة الباب وخلاصة هذه الآية والفوائد منها إنه الشرك ده سبب في عدم وجود الأمن وعدم وجود الاهتداء. الشرك معروف هو دعاء الموتى والمقبورين وتعليق التمائم والذبح لغير الله والتبرك بالقبور والأضرحة، ده كله من الشرك بالله تبارك وتعالى.
عكس طوال التوحيد العقيدة الصحيحة، وحد يوحد توحيدا، أنه سبب التوحيد سبب في الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، وسبب في الأمن في الدنيا أيضا. أسأل الله جل وعلا أن يمن على بلادنا السودان الأمن والهداية، وأن يوقف هذه الحرب، وأن يرد النازحين إلى ديارهم، وأن يشفي المرضى، وأن يتقبل الموتى ويرحم الشهداء، وأن يحقن الدماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله أقف لحد هنا، دي الآية الأولى. إن شاء الله في كل مرة نحاول نشوف الحاجة اللي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونقتطف كلام من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب حفيده رحمهم الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.